السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه القناة المتواضعة اللي غنواصلوا فيها الحديث ديالنا حول التصوير والمعلومات اللي تعلمناها سواء من دورات تكوينية من خلال مصورين محترفين ومعلومات أخرى من طبيعة الحال متعلقة بالتصوير الفوتوغرافي كما غيجي في فيديوهات أخرى إن شاء الله تعالى مستقبلا. وكنعتذر على هذا الغياب الخارج عن الإرادة لظروف شخصية. فننتقل الآن إلى موضوع اليوم اللي هو إلا بغيتي تطور من المستوى ديالك في التصوير الفوتوغرافي وتحسن تدريجيا، فكل مرحلة وصلتي لها كتضيف ليك حاجة أو شيء آخر، حيث تعلم التصوير وحده ما كافيش باش تسقل المستوى ديالك في التصوير الفوتوغرافي وما إلى ذلك. وخا تكون عندك جميع الامكانيات من كاميرا احترافيه مثلا لي زاكسيسوار ديالها الامكانيات الماديه واللوجستيكيه يعني الخارقه للعاده كما كنقولوا، ما يمكنش وما كافيش توصل، حيث هنا الامر كيطلب منك واحد الخبره معينه في مجال التصوير والفن يعني الفنيه والإبداع في التصوير ديالك باش تطور نفسك من خلال التغذية البصرية، يعني تتبع الآخرين مصورين آخرين تشوف اش كيديروا، تاخذ منهم الفائدة، تاخذ الخبرة، تاخذ التجربة، يعني بالإضافة إلى التطبيق على أرض الواقع من طبيعة الحال. وتواصل التعلم، يعني الإنسان خصو يتعلم تيمشي عند مولاه، يعني فيجب عليك أو من الواجب علينا ومن المفروض أننا نواصلوا التعليم ديالنا في التصوير، نحضروا دورات، نحضروا دروس، نتبعوا نتعلموا من مصورين كيديروا زوايا التصوير، الأساسيات، الضوء، الإضاءة اللي هي مهمة في سميتو الخبرة بالضوء والمجال ديال الاستعمالات ديالو، يعني وتواصل التعلم ديالك مهما وصلتي من مستوى. إلى هنا ننهي هذا الفيديو القصير والمتواضع، ونتمنى أنني وصلت لكم الفكرة كما يجب. فإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.